أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي حلويات أم ياسين. اليوم دائما مع الوصفات اقتصادية وسهلة. جبت لكم أحسن وآلات قريش التي تيجيو رائعين وكيجيو في حل ديال المخابز الكبرى، كيجيو هشاشين بزاف وكيجيو رطبين كيدوبوا في الفم أيضا بكمية كتيرة. كنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو تشوفوا الطريقة ديالهم، لأن الطريقة ديالتهم خصكم غير تتبعوا نصائح المهمة والسر باش ينجح معكم. هنا بالنسبة للقراشلات كاين واحد السر اللي كيفاش يجيكم من زوين وكيجيكم فشفشين ورطبين. كنتمنى ايضا انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر تشوفوا الطريقه ديالهم. كيف ما قلت لكم راها ساهلين، المكونات بسيطه موجودين عندك في الدار. وايضا غنعطيكم جميع التفاصيل وجميع اسرار هاد القراشلات، من العجينه ديالهم حتى الطريقه ايضا ديال كيفاش طيبيهم في الفران غير ديال الدار بلا ما تديهم الفران ديال الزنقه، لان كيف ما قلت لكم راه كيجيو روعه. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير. اول حاجه هنايا عندي كيلو 250 غرام ديال الدقيق. بالنسبه كيف ما قلت لكم كيلو وربع ديال الدقيق، غادي نضيف له هنايا 2 معالق ديال النافع، واحد المعلقه ديال حبه حلاوه، واحد القريصه ديال الملحه، وشاصيه ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. غادي نضيف واحد شاصيه ديال الفاني بنكهه البرتقال، لانه كيعطي هاد النكهه، كتعطي واحد لوغو زوين للقريشات ديالنا. غادي نضيف هنا 2 معلقات كبار يكونوا عامرين ديال الخميره حبيبات. هنا غادي ندير واحد الكاس ديال السكر، بالنسبه دائما العبار بالكاس الحنبه، اللي كيبغي الحلاوه يدير كاس ونص. هنا غادي نضيف واحد البيضه. صافي. هنا غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء زهر، كيف ما قلت لكم كاس العنبه. هنا غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ما عامرش. دائما كيف ما كنقول لكم الكاس والعبار ديال العنبه. هنا صافي غادي نبدا نجمع المكونات ديالي غير بالماء دافي. الطريقه ديال العجين ديالهم راه فحال اللي كنعجنوا الخبز، طريقه سهله. كنبداو نضيفوا الماء غير شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه، ما كتكونش قاصحه، لان اي نوع ديال البريوش او القريشلات تيكون العجينه خصها تكون خفيف، ماشي خفيفه ولكن تتكون باقا كتلصق لينا هكا في اليد. صافي كنبدا نجمع العجينه ديالي غير باطراف الاصابع. بالنسبه اللي عنده العجانه راه يمكن لكم تعجنوا بها، انا بغيت تعمدت انني نعجن غير بيديا، باش بالنسبه للناس بزاف اللي ما متوفرنش على العجانه راه غادي يعجنوا غير بيديهم. صافي غادي نبدا نجمع العجينه ديالي غير بالماء دافي، كنبقى نضيف غير شويه بشويه، ما تضيفوش كميه كثيره بالماء في الاول، لان باش ما تجري لكمش العجينه ديالتكم. صافي كنبقى نضيف غير شويه بشويه. انا صافي غنبدا نجمع العجينه. من بعد ما كنجمعها غادي نبدا ندلكها على سطح العمل. كنبدا ندلك فيها، ضروري انكم تدلكوها شويه، لان القريشلات باش يجيكم مرطبين ويجيكم منفوخين ومفشفشين، انكم تدلكوا العجينه حتى ما كتبقاش تلصق، حتى كتمس تولينا العجينه متماسكه. صافي كنبدا ندلكها هكا كيف ما كتشوفوا. طريقه التحضير ديالهم ساهلين. صافي هذا هو القوام ديال العجينه ديالي. هنا غنزيدها واحد شويه ندلكها كيف ما كتشوفوا، راه ما بقاش كتلصق ليا حتى نديرها نقيسها بيديا ونجبد هكا العجينه عاد كتبدا تلصق. هنا السر البنات، هنا ما كنخليش العجينه ديالي تختمر، كنشكلها هكايا قريصات صغيورين، كويرات يكونوا بحجم واحد. كيف ما بغيتو ديروهم كبارين صغارين، انا درتهم في الحجم المتوسط. هنا السر البنات هو هذا السر، انكم ما تخليوش العجينه كتخمر، كنخليوها تخمر من كان نشكلو هكا كويرات هكا باش كيجيكم القراشل فحال ديال الزنقه ديال المخابز الكبرى. صافي كنبدا نشكل العجينه ديالي كامله حتى نكملها على هذا الشكل. دائما كنستعين انني ندهن يديا مره هكا بالزيت باش ما كتلصق لياش العجينه. صافي كنبدا ندهن هكايا مره يديا، وصافي كنستفهم مباشره في الطاوه. ضروري انكم تستفهم في الطاوه، لانني غادي نخليهم يختمروا ليا في الطاوه. صافي كنبقى نشكلهم حتى غادي نكمل العجينه اللي عندي. كيف ما تشوفوا انني شكلت العجينه ديالي، من بعد ما غادي نغطيها غادي نخليها تختمر مره
الثانية. هذا هو السر البنات من الأسرار ديال القراشل. هنا صافي من بعد ما كتخمر ليا العجينة ديالي كيتضاعف الحجم ديال الكويرات ديالي اللي شكلت، كنبدا نبسطهم. الطريقة البنات التبسيط أنكم ما تبسطوهمش ترقوهم بزاف، غير كتبسطوهم تقادوهم في الطاوة ديالكم، وضروري أنكم تبعدوا كل هكا كويرة على الأخرى، لأنهم من غادي يتنفخوا لينا غادي يخمروا وراه غادي ندخلوهم يطيبوا غادي يتنفخوا لينا وما خصهم ما يتلصقوش. صافي نبدا نقادهم كيف ما كتشوفوا هنا الطاوة. بالنسبة للطاوة ديالتي درت ليها واحد شوية ديال الزيت أو كديروا بابي كواسون. صافي غادي نبدا نبسطهم كيف ما قلت لكم، ما تبسطوهمش بزاف، كتبداو غير تبسطوهم غير شوية حتى كنقادوهم. صافي غنبقى مستمرة هاد الطريقة حتى غادي نكمل الكمية اللي عندي كاملة، لأن ما شاء الله خرجت لي 2 طاوات ديال القراشل غير بكيلو وربع ديال الدقيق. صافي غادي نبدا نشكل هكايا الكريسات حتى كنقادهم كاملين دائما كيف ما قلت لكم، بعدو وحدة على وحدة. صافي غادي نكمل بنفس الطريقة حتى غادي نشكلهم كاملين وغادي نرجع معاكم. هنا من بعد ما تنشكلهم ضروري كنخليهم يختمروا ليا. ضروري أنهم يختمروا، بالنسبة ملي نخليهم يخمروا ما يخمروش بزاف. هذا هو النصائح اللي كنعطيكم، السر ديال الأسرار ديال القراشل باش يجيوكم زوينين بزاف، أنكم ما تخليوهمش يخمروا بزاف. صافي غنغطيهم ونخليهم حتى كيختمروا ليا. هنا من بعد ما كيخمروا كيف ما كتشوفوا راه ما كيخمروش بزاف، الا خمروا بزاف راه ملي كتبداو دهنوهم كيهبطوا. هنايا خديت واحد البيضه اللي ضفت ليها واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، ودرت ليها واحد شويه ديال الماء الزهر او كديروا روح ديال الزهر باش كنهرسوا هذاك الجهد ديال البيض. صافي كنبدا ندهن داك القريشلات ديالي كيف ما قلت لكم، الا خليتوهم خمروا بزاف راه غير ما كتبداو دهنوهم صافي كينزلوا ملي كتدخلوا الفران راه ما كيعطيكمش هذاك الشكل اللي بغيتو ديال القراش اللي تيكونوا يجيو منفوخين ورطبين وهشاشين وكيصبروا لكم مده طويله. صافي كنبدا ندهن القراشل ديالي على هذا الشكل هكايا. هنا كنسخن الفران ديالي من الفوق للتحت وكنسخنو على نار مهيله حتى كيسخن مزيان. عاد كندخل القريشلات ديالي من بعد ما غادي نرشهم. ضروري انا كنقولوا قريشلات كنقولوا الجنجلان من الفوق. كناخذ واحد شويه ديال الجنجلان وكنرشهم من الفوق وصافي غادي ندخلهم كيف ما قلت لكم على نار مهيله تيطيبوا. الطريقه ديال الطياب ديالهم عاوتاني كتلعب واحد الدور كبير غادي نشاركها معكم. صافي من بعد ما رشيتهم غادي ندخلهم الفران كيف ما قلت لكم اللي سخنته ديجا من قبل على نار مهيله. كنشعل دائما انا الفوق والتحت. علاش كنشعل الفوق والتحت؟ هانتوما غادي تشوفوا علاش كنشعل الفوق والتحت. هنا ملي كنشعل الفوق والتحت بالنسبه للفوق راه غير ملي كيبدا يتحمروا ليا وكنشوفهم انهم تنفخوا كيف ما كتشوفوا، صافي كنطفي الفوق وكنخليهم يكملوا الطياب من التحت. ملي كيطيب ليا من التحت صافي كنهبطهم ويتحمروا ليا من الوجه. صافي وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما غادي يطيبوا. هادو هو الشكل النهائي ديال القراشلات ديالي من بعد ما طابوا. كيجيو ما شاء الله كيجيو رائعين ولذاذين لذاذين وكيجيو رطبين. هنا بالنسبه للبنات هانتوما ما شاء الله راه كيجيو منفوخين غير التصوير ما عطاهمش حقهم. هنا كيف ما كتشوفوا راه منفوخين ورطبين وهنا راه باقيين سخانين. كنخليهم حتى كيبردوا وعاد كنحتفظوا بهم. الا كنتو بغيتو تحتفظوا بهم راه يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد، ديرهم في البلاستيك ديال خاص من المجمد وديروهم في البلاستيك او كديروهم غير في واحد لي بواط وتسدوا عليها وتبقاو لكم هنا حتى المده حتى ديال 4 ايام 5 ايام تيبقاو هكا رطابين وهشاشين بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا الداخل كيفاش دايرين فشفشين ورطبين كيحماقوا عليهم. اللي داقهم تيعجبوهم لان اللي داقهم عندكم غادي يقول لكم على المكونات والمقادير والطريقه اللي حضرتوا بها هاد القريشلات. صافي غادي نخليهم حتى كيبردوا وعاد غادي نجمعهم. انا كنجمعهم في واحد العلبه اللي كيف ما قلت لكم واحد العلبه اللي كتكون كتسد ليا مزيان. صافي البنات هذا هو الشكل ديال القريشلات تبارك الله ما شاء الله راه كتخرج واحد كونتيتي كثيره. كيف ما قلت لكم غادي نجمعهم في واحد العلبه
ونخليهم هكا الوليدات لأنهم تينفعوا بزاف هكايا بالنسبة للفطور. هكايا الوليدات أو كيديوهم معاهم كنديروا لهم الشوكولا والفرماج أو أي حاجة كيبغيوها الوليدات، كيديوه معاهم المدرسة هكا الكوتي والفطور. أنا أيضًا مثلًا كيعجبوني من النوع اللي نبغي هكا قريشلات هكايا في الصباح نفطر بهم أو هكا الكوتي. كنتمنى طريقتي ديال القريشلات تعجبكم، ودائمًا كيف ما مابخلش عليكم حتى نتوما ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج، بارطاجيو باش تعم فائدة على الجميع. ودائمًا اللي أول مرة ينضم القناة ما تنساوش تفعلوا الجرس باش إن شاء الله توصلوا بالجديد. كنقول لكم بالسلامة عليكم، فيديو مقبل.